مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل خير طبتم وطابت أوقاتكم. ألتقيكم في حلقة متجددة، وفي هذه الحلقة لقاء خاص. ضيفي في هذه الحلقة الشيخ أحمد بن ناصر العريكان، عضو الهيئة العليا للسياحة ورئيس اللجنة العقارية. أهلا وسهلا بكم شيخ أحمد. أهلا وسهلا، الله يحييكم. أهلا وسهلا. الشيخ أحمد، يعني في مستهل هذا اللقاء وفي بدايته يعني حابين نبدأ من البداية القصوى اللي هي مرحلة النشأة والطفولة للشيخ أحمد، يعني لو تعطينا لمحة موجزة سريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. طبعا أحمد العريكان نشأ في مدينة الطائف، ولد في مدينة الطائف، والحمد لله رب العالمين. والدي رحمه الله أتى من الرياض وعاش في هذه المدينة حتى توفاه الله سبحانه وتعالى في هذه المدينة. اكتسبت في هذه المدينة الخبرة الكبيرة وحب لهذه المدينة، وتتمتع به هذه المدينة مدينة الورد كما أطلق عليها الأمير خالد الفيصل، مدينة الورد. طبعا الحمد لله يعني اكتسبنا خبرة جيدة في عدة مجالات. والدي رحمه الله دخلنا تحفيظ القرآن واحنا من الصغار، دخلنا في العديد من المدارس ومنها المعهد العلمي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستفدنا الكثير. كيف أثر يعني على حياتكم الآن ومجال عملكم بشكل عام مرحلة الدراسة والتواجد في مدينة الطائف، خصوصا أن لكم يعني قصة عشق مع هذه المدينة وارتباط كبير يعني مع مدينة الطائف؟ طبعا كما ذكرت سابقا، مدينة الطائف مدينة جميلة قريبة من مكة المكرمة، مدينة يعني عشنا فيها أحلى أيام العمر، يعني أيام الطفولة. كل إنسان يتذكر هذه المرحلة الجميلة من حياته. كان الطائف متقارب من بعض، الجيران قريبين من بعض. يعني أتذكر على سبيل المثال إن كنا يعني نصلي صلاة الفجر، وأتذكر الوالد الله يرحمه يعني يجي يقول فلان وين فلان وين، اللي ما صلى صلاة الفجر يروحون يزورونه ويسألون إذا كان مثلا نام على الصلاة يتكلمون عليه، وإذا كان مريض يعودون. يعني كان في يعني ثقافة وترابط بين الأسر. يعني أتذكر إنه الجيران مع بعض، الحارة مع بعض، قريبين من بعض كأنهم أهل، يعني كل البيبان مفتوحة، هذا يدخل وهذا يخرج. كانت جميلة جدا جدا. كانت حتى فرحة العيد يعني تختلف عن الآن. أنا أتذكر أيام العيد أحلى أيام، أيام الحلاوة، كل واحد يدخل بيت، هذا يدخل بيت ياخذ حلاوة وإحنا ندخل بيت جيران. كان في ترابط أسري شيء يعني ما تتصوره في مدينة الطائف وكل مدن المملكة يعني عامة. طيب الشيخ أحمد، يعني لو أردنا الحديث مثلا عن مكان معين في الطائف أو شخص معين أو شيء ما ممكن أنه يربط بمرحلة الدراسة أو مرحلة الطفولة، شيء دائما يشدك موجود إنه يكون في الطائف في المحيط اللي أنت موجود فيه؟ والله كل شيء يشدني. يعني إذا جيت في الدراسة فألقى يعني زملائنا الآن أكثرهم ماسكين مناصب عليا في الدولة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا جينا عن حارتنا أو اللي حوالينا أو كذا، في سبحان الله تشدنا. يعني المناطق اللي عشنا فيها يعني في الطائف إلى الآن ذكريات موجودة. يعني أتذكر الوالد الله يسكن الجنة بيته كبير كذا وفي بستان كذا، تذكر حتى السور صغير كذا، وكان الرمان من برا يعني يطلع كذا، وتجي نشوف حتى الجيران كيف يجون ياخذون الرمان وكيف حنا نجي كل بعد الصلاة اللي مثلا نصلي وبعد الصلاة كذا نجي نوزع الرمان، نحط الأكياس ونوزع. كان في ترابط شيء ما تتصوره. الحياة كانت أول بسيطة ولكن حلوة وجميلة جدا. يعني أنا أقول أتمنى أن عيالنا يعني يرجعون يشوفون إيش كنا حنا نسوي. كان في ترابط كثير في المدرسة. يعني أتذكر حتى بالمدرسة كان المدرس كالأب. يعني أتذكر أروح للوالد أبكي أو مضروب أو كذا، يقول عسى يزيدك كذا. يعني الآن إذا جيت تضرب ولدك في المدرسة أو تضرب المدرس يعني صارت مشكلة كبيرة. فكان في يعني في روح البساطة، يعني روح البساطة وروح المحبة وروح يعني تحس إنه مجتمع مترابط ليس ما نشوفه الآن. فيصل، أيام الطفولة وأيام الدراسة من ثم الدخول يعني إلى مجال العمل، يعني بدايتكم أول بداية
اي بوابه؟ والله بديت في الزراعه، ولكن الحمد لله رب العالمين الله أراد وفشلت في الزراعة واتجهت للعقار، والحمد لله حققت الكثير. طبعا بداية كنت أنا يعني ترى في بداية حياتي شقية يعني فبديت في كل المجالات، يعني بديت في الزراعة، بديت في تجارة العملة، بديت في عدة مجالات، ولله الحمد توفقت على الله سبحانه وتعالى وأراد توفيقي في العقار، والحمد لله رب العالمين أنشأت عدة شركات، وبفضل الله سبحانه وتعالى عملت في مدينة الطائف أعمال جيدة يشار إليها في هذه المدينة. نعم. طيب لو أردنا يعني التحديد مثلا، هل كان هناك سبب معين لاتجاهك مثلا للزراعة؟ هل لطبيعة المنطقة، لطبيعة معينة، أم لحبك مثلا المجال هذا، أم مجرد جاء صدفة؟ لا والله، أنا طبعا الوالد رحمه الله كان عنده عدة مزارع، وكنا بنفوسنا احنا نجي نشجعنا تسقية الزرع، نجي على الرمان وحنا اللي نجي نشرف عليه مع المزارعين وكذا. فعشقت هذا العمل، وحاولت اني اخوض التجربة، ولكن تعرف قلة المياه، ارض الطائف ليست زراعية كما تعلم، ارض جبلية، ولكن من قلة الامطار وعدم توفر الماء ادى الى اني اشوف يعني اصرف النظر واتجه على اشياء اخرى. كما تعلمون الطائف اول كانت غنيه بالمياه. نلاحظ ان اول كل يوم يمر في الطائف لابد نشوف السحابه السوداء قائمه في الطائف، ولكن بدات تتغير الاحوال والحمد لله رب العالمين. يعني الله اراد اني اتجه الى اتجاهات اخرى. يعني كان هناك اوقات كان صعب انك تتغلب عليها، اتجهت للعقار. نعم. كيف وجدت يعني اول ما دخلت سوق العقار في ذلك الوقت؟ يعني كان وقت تقريبا وقت طفره، ويعني حركه عقاريه من نوع معين، يعني كيف وجدتها في ذلك الوقت؟ وكيف استطعت انك تستغل شغلات معينه فعلا نجحت فيها؟ اول شيء تشجيع والدي رحمه الله، علما بان والدي ليس تاجر بس كان محفز لي. اخواني ولله الحمد كلهم في الدوله، منهم القاضي ومنهم الضابط ومنهم المستشار، ولكن انا الوحيد من الاخوان اللي اتجهت للتجاره، والحمد لله كان يعني تشجيع من الوالدي رحمه الله. كان تشجيع يقول يعني انا اشوف فيك انك يعني راعي تجاره يعني، واخذت التجربه. الحمد لله توفيق الله سبحانه وتعالى. شوف اذا انت يعني حطيت امامك هدف وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف تحققه. عملت في الطائف وبمساعده الاخوان، في الشيخ عبد الوهاب رئيس كتابه عدل سابقا، في بعض الاخوان كانوا يشجعوني في هذا العمل، والحمد لله يعني نلت الثقه ونلت يعني المحبه من الجميع، وعملت بما يرضي الله سبحانه وتعالى في هذه المدينه. الحمد لله. بما انك يعني هذه التجربه يعني ثريه في الدخول في عالم المال والاعمال بصفه عامه، يعني برايك ابرز النقاط اللي ممكن انك يعني من خلال تجربتك تنقلها للشباب اللي داخلين المجال؟ في تحديات، في مصاعب، في اشياء معوقات كثيره، في فشل، في كيف ممكن انه يتغلبون على كل الاشياء في الوقت الحالي؟ شوف، ما في شيء وما في حلاوه بلا نار. كل تجربه وكل اي شيء يمشي به الانسان لابد ان يكون فيه اشياء صعبه، ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، توفيق. شوف يعني نلاحظ انه عده مشاريع بجنب بعض تلقى هذا ما شاء الله شغال، وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى. سبق ذكرت لك خضت عده تجارب، يعني من ضمنها حتى تجاره العمله، وهذيك الايام كانت يعني العمله مخاطره ولكن مكاسبها، ولكن تعثرت وصرفت الامر. شوف الواحد لا يندم انه خسر، الواحد الخساره من الله سبحانه وتعالى والمكسب من الله سبحانه وتعالى، بس اذا راقب الله سبحانه وتعالى في العمل، راقب الله سبحانه وتعالى في كل شيء، اعتقد ان الله سبحانه وتعالى يعني ما يضيع كل مسلم. خذنا عده تجارب، خذنا عده اعمال، ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى كان معي ولي حظ كبير في العمل التجاري وخاصه في العقار. فيصل، دخولك للعقار، ابرز المصاعب اللي واجهتك في مجال العقار في ذلك الوقت، تحديات معينه، كيف استطعت انك تتغلب عليها وتتجاوزها الى ما وصلت ما شاء الله يعني هذه المرحله وهذه المجموعه العقاريه؟ كما تعلمون
كل مستثمر أو رجل أعمال يعني لقى من عقبات مضى بها عليه، ولكن الحمد لله تغيرت الأحوال. أول كانت سلسلة الإجراءات البيروقراطية الموجودة يعني إلى وقت قريب هي الأسباب من أكبر الأسباب التي يعني تخلي رجل الأعمال يتخلى عن بعض مشاريعه ويتجه للخارج. ولكن نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، قوتنا بالله سبحانه وتعالى وثقتنا بولاة أمورنا وبالمسؤولين المخلصين، وركز على كلمة المخلصين المحبين لبلدهم، طرقنا كل الأبواب. ولكن رغم الأشياء الكبيرة التي عانينا منها من صحة الإنسان من وقته ومن كذا، لكن حققنا الكثير. نحمد الله سبحانه وتعالى. عملنا في مدينة الطائف المشاريع الكبرى ولا زال نعمل، والحمد لله يعني عندي من الأخوان الحمد لله البررة، أعتبر أنهم كعيالي، في الأخ عبد القادر، وكان ضابط سابقا عند الملك عبد الله. هذا اخوك؟ اي نعم، متقاعد ومسك عده شركات، في الاخ صالح وفي الاخ عمران وفي الاخ عبد الاله وفي يعني ما شاء الله الاخوان. وعندنا الاخ عبد الوهاب كان هو الان المشرف على المجموعات كلها. يعني ما شاء الله حققنا الكثير لانه كنا يد واحده، ونحمد الله سبحانه وتعالى كنا يد واحده، حنعمل ان شاء الله بجد وبنشاط، ونشوف ان شاء الله شيء جيد لهذه المدينة، مدينة الطائف. طيب أبو فيصل، يعني أنت زي ما قلت في بدايتك بديت في الزراعة، بعدين اتجهت للعملة، كان في تعثر في الزراعة، كان في تعثر في العملة، بعدين دخلت للعقار، والعقار مجال قوي ويعتبر صعب للمتمرس وما بالك للمبتدئ، يعني ما كان ممكن انه يكون كفيل كل هالتعثر بانه يحبطك نوعا ما؟ والله شوف، إذا الواحد آمن بالله سبحانه وتعالى، إنه عرف إنه الرزق من الله سبحانه وتعالى، وانه اي تجربه تخوضها ما الله سبحانه وتعالى اراد انك توفق فيها في تجربه اخرى. ليس من اول تجربه للانسان تجيه يقول انا خلاص فشلت. بالعكس، الانتصار تفاؤل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تفاءلوا بالخير تجدوه. متفائلين، يعني خذ التجربه هذه خسرت فيها، شوف التجربه الاخرى. حتى في بعض مشاريعنا، يعني اذا توقف مشروع نبني مشروع ثاني ونتجه اتجاه اخر، ليس نقول خلاص فشلنا فهذه خلاص نوقف. عندنا روح التفاؤل، ونحمد الله سبحانه وتعالى متفائلين ولا نزال متفائلين، ولولا التفاؤل لا ما وجدت هذه المشاريع الكبرى في ارض الواقع. ما شاء الله. ابو فيصل، يعني في وقت يعني كان عندك اكيد اكثر من خيار، يعني واخترت يمكن العقار، يعني هل كان في فعلا خيارات متعدده واخترت مثلا لا انك تتجه للعقار بعد العمله؟ أول شيء لو تعلم أن تربينا في كما ذكرت في بيئة إسلامية كبيرة. استخرت الله، عندنا استخارة، أنا أستخر الله سبحانه وتعالى، ركعتين استخير الله سبحانه وتعالى هو اللي يوجه. لقيت روحي مفتوحة يعني للعقار، فعلا بديت في العقار، ولقيته هو السوق الواعد، السوق الجيد، والحمد لله كان يعني عندي الخبرة. بس كان في معها يعني خيارات ثانيه غير العقار بعد ما خلصت من العمله، كان في ممكن عقار وشغله ثانيه؟ عده خيارات، كانت موجود عده خيارات، ولكن انت ما تقدر تدخل السوق وتاخذ كل شيء قدامك الا انت تختار، عندك خيارات. ولكن الخيار العقاري كان هو القريب مني بعد ما استخرت الله سبحانه وتعالى في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين يعني نجحت في هذا الاطار. الحمد لله. ودخلت يعني المجال العقاري، والمجال العقاري في مدينه الطائف في ذاك الوقت كان يتمتع بمميزات معينه، خصائص معينه، خصوصا انه كان في وقت طفره وبدايه نمو السوق العقاري في مدينه الطائف. لعلك تحدثنا عن هذه النقطه تحديدا، لكن الكرام لازم متواصلين معكم في هذه الحلقه، وضيفي الشيخ احمد بن ناصر العبيكان. ابو فيصل، كنا نتحدث يعني قبل الفاصل عن السوق العقاريه في مدينه الطائف في ذلك الوقت، وقت بدايتكم كانت تتمتع بمزايا معينه وخصائص معينه، حسنتم يعني استغلالها بشكل مميز، فوصلتم الى وصلتم اليه ما شاء الله. لو تحدثنا عن هذه المزايا والخصائص. طبعا كما تعلمون مدينه الطائف مدينه كبيره متراميه الاطراف، تعتبر ثلثين منطقه مكه المكرمه، منطقه عسكريه، اكبر منطقه تعليميه. كان لزاما علينا ان نعمل فيها مشاريع. طبعا كنا اول من عمل مشروع من المشاريع التجاريه في الطائف هو شركه العبيكان.
نحن ورجال الأعمال المخلصين في هذا البلد. طبعا كنا مراهنين، انه الطائف ما يعني بلد صغيره وبلد كذا، ولكن ولله الحمد عملنا اول مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وحظينا باهتمام ولي الامر حينما كان الملك عبد الله حفظه الله ولي العهد وزار المشروع، وكان اول مشروع يعني يزوره الملك عبد الله حينما كان ولي العهد، واعطانا دافع نحن والمستثمرين والتجار، والحمد لله حقق نجاح كبير. كان سوق العبيكان الأول من أعظم المشاريع كانت تعتبر في مدينة الطائف، والحمد لله بعد النجاح اللي حظاه هذا المشروع توالت المشاريع الأخرى من رجال الأعمال والمستثمرين في مدينة الطائف. نحمد الله سبحانه وتعالى، يعني نلاحظ يعني اهتمام ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية وخاصة في مدينة الطائف اهتمام لا محدود، ونحمد الله كان يعني زيارة مولاي خادم الحرمين لهذا الصرح الذي يعني نشأ في مدينة الطائف أعطانا القوة والدافع للعمل بجد واجتهاد في مدينة الطائف. نعم، بما أنك يعني ذكرت يعني على الإنجازات في مدينة الطائف ونقاط كثيرة وخصائص تتمتع فيها الطائف، يعني إلى فترة معينة كانت لسنين طويلة كانت مغيبة تقريبا الطائف سياحيا، ومشاريع لا يوجد بها الكثير من المشاريع كانت السياحية بدأت الآن، لكن لماذا كانت مغيبة طول الفترة السابقة؟ كانوا الناس متخوفين من العمل في مدينة الطائف. نحمد الله سبحانه وتعالى عملنا كشركة العبيكان أو مجموعة العبيكان عدة مشاريع. بعد نجاح سوق العبيكان الأول عملنا مشروع آخر في جنوب الطائف سوق النخيل. عملنا مشروع من أكبر وأعظم المشاريع ويعتبر المشروع وطني، أن الطائف ما في مشاريع التي يعني مشاريع جيدة يشار لها في مدينة الطائف. عملنا قلب الطائف الذي هو يقع في قلب الطائف برج وسوق تجاري. نحمد الله سبحانه وتعالى حتى الشركات اللي سقمناها وجد في السوق أو وجد في المشاريع هذه لقت نجاح كبير. أيضا نحمد الله سبحانه وتعالى عملنا مشاريع أخرى لحل أزمة السكن. شركة العبيكان تمليك عملت أكثر من 23 مشروع سكني في مدينة الطائف، ولا زلنا نعمل مشاريع في مدينة الطائف. ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني مدينة تستحق الكثير، مدينة عريقة، مدينة كبيرة، مدينة واعدة. وأنا أتكلم بكلمة واعدة وركز عليها، واعدة فعلا واعدة، مدينة سياحية قريبة من مكة المكرمة، لا تبعد عن مكة إلا بعض دقائق. يعني أعتبر مدينة من أجمل المدن في العالم مدينة الطائف، ولكن ينقصها الكثير. نحمد الله سبحانه وتعالى اهتمام الدولة الآن اهتمام لا محدود لهذه المدينة. كما تعلمون في زيارة قبل مدة لبعض الأمراء في الطائف ومنهم الأمير خالد الفيصل، وكما تعلمون الآن أنشأ الملك عبد الله هيئة عليا لتطوير مدينة الطائف، وهذا والله شيء يعني مفخرة نفتخر فيه في مدينة الطائف، واهتمام من الدولة رعاها الله في هذا الإطار. الآن أنشأ الفكرة هذه وبتكون بعضوية الأمير سلطان بن سلمان والأمير خالد الفيصل ووزير المالية ووزير البلديات الأمير منصور بن متعب. ونحمد الله سبحانه وتعالى هذول من الشباب الواعد، الشباب المحب لمدينة الطائف. يعني نلاحظ مدينة الطائف لقت اهتمام من الأمير خالد الفيصل اللامحدود. يعني في خلال سنة يجيها الأمير خالد الفيصل أكثر من 3 4 5 مرات لافتتاح عدد من المشاريع. نلاحظ زيارات الأمير سلطان بن سلمان وهو رجل السياحة الأول في هذا الإطار، عمل كثير من الأشياء الذي والله مفخرة واعتبرها مفخرة للسياحة في هذه المنطقة. أيضا محب الأمير لهذه المنطقة، وأكثر أمرانا يحبون الطائف وكلنا نحب الطائف. هذه مدينة سياحية كبرى قريبة من مكة، وأكثر الأمراء ولدوا في هذه المدينة وتربطهم في هذه المدينة ارتباطات كبيرة. حتى نلاحظ بعض الأمراء يجون يعيشون في الطائف عدة أشهر
بدون ما يروحون خارج المملكة، فهذا يعطيك دافع أنه هذه المدينة لها يعني مميزات وخصائص نعم معينة. نعم. طيب فيصل، يعني أنتم جهة أخرى عضو في اللجنة العليا للتنشيط السياحي، دوركم في خدمة الطائف ماذا تم من خلال هذه اللجنة لخدمة الطائف، لخدمة السياحة في الطائف، لصناعة السياحة بشكل عام في مدينة الطائف؟ الحمد لله في مجلس تنمية السياحة عملنا عدة خطط كبيرة، عندنا عدة استراتيجيات لهذه المدينة. نلاحظ الآن في توقيع عقد لعدة شركات كبرى لتطوير منطقة الهدى والشفا وما بينهما. اهتمام الأمير سلطان بن سلمان اهتمام لا محدود في هذا الإطار، وأتوقع إن شاء الله في القريب العاجل أن تكون مدينة الورد وردة في العالم كله إن شاء الله. نلاحظ الآن يعني عدة مشاريع تفوق ال7 مليارات من الدولة. في عندك الجامعة، في عندك المطار الإقليمي اللي هو المطار بيكون رديف للملك عبد العزيز، في سوق عكاظ اللي يجون من كل مكان، وهذا السوق يعني مجهودات بعد معالي المحافظ، مجهودات كبيرة في هذا العمل الجبار. أيضا مشروع النفق 16 كيلو وأنت تكون في مكة، يعني شيء جبار. يعني مدينة عكاظ الحديثة هذه تعتبر مدينة من المدن العظيمة اللي بتكون في مدينة الطائف. بيأتونا الآن نشوف الاحتفاليات في سوق عكاظ كما تعلمون، يعني الجميع الآن يجونا من كل مكان في العالم وتنقل عبر كل الفضائيات. ونلاحظ حتى بعض الأخوان من خارج المملكة في بعض الزيارات يسألون عن سوق عكاظ، وهو سوق قديم من قبل الإسلام. فأعتقد إن شاء الله فيه الآن مشاريع كبرى بتكون في هذه المدينة، ولا زال نعمل نحن في هذه المدينة، ولنا من أكبر المشاريع بتكون في مدينة الطائف بإذن الله. فيصل، يعني بما أنك تكلمت في سوق عكاظ، يعني سوق عكاظ في الفترة الأخيرة يعني فعلا لاقى صدى كبير ونجاح كبير، أثر إيجابا على مدينة الطائف وبروز مدينة الطائف بشكل أكبر. يعني كان إحدى مقومات البروز للمدينة بشكل عام. أنت كرجل أعمال متواجد في المنطقة، كيف رأيت ذلك؟ فعلا يعني إنه لاقى كل هذا النجاح، وهل فعلا إنه بيخدمها على المستوى الأبعد والأبعد؟ كيف أي مشروع في مدينة الطائف يخدم المنطقة ويخدم المملكة العربية السعودية. نلاحظ حتى المشاريع السياحية مشاريع ضعيفة عندنا في الطائف، وهي مدينة سياحية. يعني نلاحظ أي إنسان يبغى خدمات، نلاحظ أكثر الخدمات في الطائف قليلة، ونعترف الحمد لله سبحانه وتعالى. كنا من أول يعني كانت البلدية كانت ضعيفة، يعني الآن صارت أمانة واستقلت وصارت أمانة، يعني ميزانية مستقلة. نلاحظ اهتمام لا محدود في مدينة الطائف، عدة مشاريع تطوير منطقة المركزية الآن بتكون يعني منطقة جميلة جدا ونحافظ على التراث. الأمير سلطان بن سلمان الآن واضع استراتيجية للأشياء القديمة التراثية المحافظة عليها. الآن عندنا خطط مجلس تنمية السياحة للمحافظة على الأشياء القديمة. أي مشروع يضعه المستثمر في مدينة الطائف يعني هذا مكسب لمدينة الطائف ومكسب للسائح. الآن إذا تدعو أي إنسان، نحن نعلم أننا نسافر الآن لبعض المدن المجاورة، لماذا؟ جونا يمكن أحسن من جوها عندنا مكة وعندنا المدينة، ونلاحظ أن نذهب عشان نلقى الأسواق، نلقى المنتجعات، نلقى السياحة. أي إنسان يلقى قدامه أشياء يقدر. الخدمات مهمة لأي منطقة في العالم. من خلال لجنة التنشيط السياحي أو مجلس التنمية السياحية، يعني خططكم لهذه المدينة، مدينة الطائف، نشاطاتكم تركز في إيش بالضبط؟ يعني من خدمة للسياحة، من توعية، من تسهيل الخدمات، من دعم أيضا لرجال الأعمال والمشاريع الموجودة؟ كلها مكملة لبعض. أول شيء استقطاب عدد كبير من رجال الأعمال لعمل مشاريع كبرى في هذه المدينة، وأيضا توعية الزائر لزيارة مدينة الطائف. أيضا عمل في الصناديق أو الأجهزة
اللي تبغى تعرف اي منطقه سياحيه تتوجه لها، يعني سوت ما شاء الله يعني اشياء كبيره جدا في هذا الاطار، ولا زال نعمل. كما تعلمون يعني عمرنا قصير في هذا المجال، ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله يعني عملنا يعني اعمال في مده قصيره يعني تفوق ما عمله غيرنا في سنين كبيره. نعم. يعني بعد ما يتم توفير كل هذه الامكانيات في مدينه الطائف وتسهيل الخدمات واستقطاب رجال الاعمال وكل المشاريع والخطط المستقبليه باذن الله ستتحقق، كيف ترون فعلا مستقبل مدينه الطائف في ظل كل هذا الدعم؟ مستقبل واعد. مدينه الطائف كما تعلمون هي المصيف الاول ولا تزال. الان النفق، وكما تعلمون انه بعد عده سنوات بيصير الحر في رمضان، وبالتالي بيصير الناس يجون للطائف عقب النفق، ويصير اذا بغى ينزل الحين عندنا في البرج وعندنا في بعض مشاريعنا في باصات يجي يسكن وتاخذ الباص وتوديه لمكه حتى يخلص العمره ويخلص التراويح ويرجع، واعتقد انه في المستقبل بيكون مستقبل واحد. الان احنا لله الحمد يعني عملنا مشروع يعتبر من المشاريع الكبرى في الشرق الاوسط، وكان في الزيارة الأخيرة في الأمير خالد والأمير سلطان والأمير منصور والوزير في الطائف، واطلع على المشروع من أعظم المشاريع في الشرق الأوسط بتكون في مدينة الطائف، ألا وهو مدينة الورود. بتكون مدينة سياحية اقتصادية تجارية بإذن الله. السائح وش يبحث يبغى خدمات، يبغى منتجعات، يبغى سكن، يبغى ملاهي، يبغى اسواق، يبغى اشياء كثيره، ليس بس يبغى سكن، يبغى يسكن ويبغى ينام، بالعكس يبغى يشوف. طبعا مدينه الطائف فيها تتبعها عده اماكن لا احد يتصورها او يتوقع انها في المملكه العربيه السعوديه، ودليل على ذلك زارنا بعض المسؤولين وبعض رجال الاعمال من الدول الاخرى، ويعني ما توقعوا ان هذا بلدنا بهذا الجمال، في بني مالك، في الباحه، في يعني عده مناطق قريبه من الطائف من اعظم واحسن المناطق في العالم. فاعتقد ان السياحه واعده، وكما تعلمون السياحه صناعه. ثقافه السياحه عندنا كانت ثقافه بسيطه، والان بدينا نعي ونعرف ان دول عايشه على دخل السياحه. كم منا اذا سافر يصرف مئات الالوف في اسابيع بسيطه، والبلد كان بحاجه لها، بس هل أن استعدينا أن نعمل الأشياء التي تستقطب رجال الأعمال والناس في هذه المنطقة؟ نقول إن شاء الله حتشوفون مشاريع كبرى توجد. أيضا عندنا مشروع من أكبر المشاريع الصحية في المملكة بتكون في مدينة الطائف. مدينة الطائف واعدة، مدينة الطائف اهتمام الدولة رعاها الله، اهتمام لا محدود. الآن مليارات سوف تكون في هذه المدينة، واهتمام المسؤولين واهتمام أمرانا في هذه المدينة اهتمام لا محدود. وأتوقع في المستقبل أن ترى هذه المدينة يشار لها من العالم كله. احنا مسوين فيها مفاجآت، إن شاء الله ترى نور قريبا بإذن الله. ما شاء الله. احنا لو قسناها مثلا على أن أبرز المشاريع اللي خدمت فعلا المنطقة وخدمت السكان وخدمت السياح بشكل عام بمشروع توسعة طريق الهدى، فعلا لاحظنا عليه الكثير من الإفادة والإسقاطات الإيجابية على مدينة الطائف. نستكمل الحوار والحديث عنها بعد هذا الفاصل. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود لاستكمال هذا الحوار.